هذه المعركة في وادي النورة سيد علي كانوا من الدواعش أم من المواطنين البسطاء؟ يعني حينما ترى هذا المشهد الجنائزي لهذه الجثث التي يتم تشييعها اليوم، هل هم مما تصفهم بالدواعش أو المتطرفين أم من المواطنين البسطاء، من المدنيين البسطاء سيد علي؟ يعني أنت تحكم أن كل من قتل في وادي النورة بالأمس كانوا من الدواعش، كانوا من المتطرفين؟ ها يا أخي يمكن أن يكون هنالك المواطنين، لكن جلهم 90% منهم يا أخي من الدواعش. هم الآن يتحدثون عن هذه القرية وهذه الدواعش. تخيل أنه في خلال أسبوع الطيران المدني الذي يتحدثون عنه قتل 514 مواطن من نيالي إلى قندهار. تخيل في يوم واحد 363 شخص قتلوا في منطقة واحدة التي هي قندهار غرب الدرمان. لا يتحدثون على انهم يفتكرون انهم غير مواطنين غير تابعين. لكن ربما البعض سيد علي ياخذ هذا التبرير على انكم تحاولون شيطنة هذه المنطقة من باب التبرير، تبرير ما حدث بالامس وما حدث قبل ذلك في تجاوزات عديده في ولايه الجزيره وفي العديد من الهجمات التي حدثت في ولايه الجزيره من قبل. تحاولون شيطنة هذه المنطقه وتحاولون شيطنة اهل الجزيره حتى تبرروا ما حدث. يا اخي هل تعلم، انا اديك معلومه، اهل الجزيره دي 5 قبائل منها بتربطنا معاهم دم ورحم، والروس بتاعنا واحد.